أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس 46 في الدروس من فقه السنة النبوية، وسقيت مثلا العنوان درس بسا أسنسمي مبادئ كبرى في الخلافة الراشدة. مبادئ كبرى في الخلافة الراشدة. نوعدكم في الدروس النعدان من فوق الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، من سيد بعد عمر بن الخطاب، من بعد ذي النورين عثمان بن عفان، من بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أسيقنا خمشوا الخلاصة، une synthèse، خلاصة يعني شو ثنت لي برانسيب، المبادئ القواعد للرجل ثم قرانين إدجاء الخلافة الراشدة. نكون مثلا يون ذم كل الأمور الدونيث يحوج اون ريفيرونس، مراجع. إلا قصد لي ريفيرونس وين بغا يخدم أي حاجة، إلا قال يولي لي ريفيرونس وقاد يعني في الزوارن، وقاد يسننا خيريس، وقاد ينجر نافريد، وقاد ينجحن يعني التجارب الناجحة ذي كل شيء، ذي الفلاح، ذي التجارة، ذي الحكم والسياسة، ذي الاقتصاد، الايكونومي، ذي التربية والتعليم، ذي القيادة المختلفة، حواجز مراجع. طبعا ذيني وعرنطاس باش نفكيون سانتيز فربع الخلافة يوعرطاس مراكو ينيغ ولاش الدرسي وعرنا من بسا يوعرطاس خاطر قرنك مسناون يوعر ادم سلايض ذي سيني موكان ماشيرين في مسيدة فيون ولاش اش هادين ديكس ولاش اكين مسيد فلاس اش هادين ديكس شارق ووال ذا يوعر اكثر مراكينا مسلايد افيون الحياة يسمرها ذي الخير، ذي الصلاح، ذي الفايدة، تسمو السنين إلى آخر إيون. وما أدرك انكسر مسيح في أربعة الخلفاء الراشدين. لذلك ما لا يدرك كله لا يترك جله. أدفكر أهم المبادئ، وإن شاء الله في الدروس القادمة من خلال الحديث عن بعض الصحب الكرام والصحابيات الكريمات أشير، سأعود يقينا ندوغ الغاكا شوية بعض النقاط، بعض المسائل يخدم الخلفاء إمزورة. ثم يتمثل ذات اليوم بول قارنتين دي مسناون. نند أصعب صناعة هي صناعة الرجال. أصعب بناء هو بناء الرجال. يوعرطاس باش تفنو ظهر جاز، أدفنو ظهر جاز نغاد صنعوا ارجاز، وتساقي يخدم الاسلام ذي الخلفاء الراشدين وغيرهم ايضا من العلماء والصالحين والعارفين والقاده الكبار. باش يبنيو نخام غاس يوعر، ولكن الزمرات يوضا يبنو هذا يخدم الجهد تزمرتيس، هذا يوضا يبنو اخام، هذا يبنو الباطمه، هذا يبنو، ولكن إقوارا أطاس باش تفنوض أرجاز صناعة الرجل. لذلك ربي يقول في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صناعة الرجال عملية صعبة ومعقدة، لذلك الخلفاء الراشدون يصدق عليهم هذا الوصف: ذي رجازا، ذي مذيازا، ذي مسنوا، إدي جان لا ثر. ما كان سينا أحد الشعراء: إن يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر. يعني غاسي رجازنا قيم أذمثن ديسواس أذ جندونيث وأذمثن، ولكن جند النهج، جند فريد، مجرنا فريد، وجند الأثر، جند الآثار الطيبة، جند المحاسن والحسنات والصالحات. سارو غالنت ذي ريفيرونس ما كدني ذي المراجع لمن يأتي بعدهم. أنفذو أولا بعض القواعد والمبادئ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
ذي الخلافة أبي بكر الصديق لانت المبادئ كثيرة أطاس إدي ينجر بفريد أطاس لي برانسيب يقزا نتسا ذي ثذرثيس ذي الحياتيس ذي الخلافة غينس. على سبيل المثال الدعوة إلى الله ثقي ذيون المبدأ ذا القرآن وريغفل فلاس أبو بكر الصديق. العارفون شو دنان نند الدعوة إلى الله قائمة وباقية قبل قيام الدولة وبعد قيامها. ربما لأن بعض الناس يخدم الدعوة إلى الله من يخدم الدولة داين لا دولة يفنان في الإسلام يفنان في الشرع ونحوجان نخدم الدعوة. ولكن أبو بكر الصديق خاطئ إناد الدعوة أتسيلي دايما ثلا دايما إلى قاتلي أما قبل تفد الدولة أما بعد ما تفد الدولة الإسلامية. الدليل في ذلك اسمي يغال كان ذي نسلم نتسا ذا شو يخدم يروح يخدم الدعوة يبويد لي بول أقطاب يبويد دعائم تركيزين ثم قرانين يخدم سنت الدعوة كشمن تدغى الإسلام. السجسن على سبيل المثال الزبير بن العوام وقيسن تكو يمذانا بصحبي جليل ذا قرآن يسعى نزر ذا قرآن نتسا ويس يخدم الدعوة باش هذيك شمال الإسلام ذبو بكر الصديق. يرنا ياخد وايض عثمان بن عفان خليفة الثالث يهدث ربي في فسن أبو بكر الصديق. وثلاثة طلحة بن عبيد الله ذا وقي ذا يون من الصحابة الأجلاء سي الصحابة إم قرانا. سعد بن أبي وقاص كذلك وري خسارة القدريس والقصار القدريس في مزورة. عثمان بن مظعون وقي كذلك أصل قيمة وزليس. أبو عبيدة بن الجراح هم يسمى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة أنوى أبو عبيدة عامر بن الجراح. كذلك الأرقم بن أبي الأرقم. يعني أبو بكر الصديق يخدم الدعوة الإسلامية يرقزنا يقوم السلام. ذكرت على سبيل المثال ودني غيرك وقاد يدي هذا ربي في فوسيس ذو قاداكي يقوغال تركيزين ثم قرانين الإسلام. بعد ذلك يعني ثقيد يوث القاعدة ثم قرآن وريغفر له فلاس أبو بكر الصديق. بالمناسبة ربي قول اسم القرآن الكريم في سورة النحل يناد ربي سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. باش غدينا ربي سبحانه الدعوة إلى الله فريضة شرعية ولا قريب ولا شيء يدخل مع الدعوة ميج بضاري والمستوى كاين بركة الحبسة. أثنى أبو بكر الصديق أرسى هذا المبدأ وقعد هذه القاعدة يخدم الجذرية كين ساسقي ذا القرآن قاعدة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إفكاد قواعد النظام نثنتيد ذي الدرس نميد المسلاي في أبو بكر الصديق. الخطبة تمزور ذيك خدم أبو بكر الصديق قاس يدعو ذا القراية ينس من بعد هذا السفغ المبادئ نغ القواعد إيقلان ذي الحياة سيسي تذرثيس ذي الخلافة ينس إن ثنتيد قبل ذي بذو الحكم ذي الخطبة تمزوروث. ذا شو دينا أبو بكر الصديق أسميث بويعا ينسلمن البيعة العامة خطر البيعة الخاصة تظهر ذي سقيفة بني ساعدة يعني رؤوس الصحابة إم قران الصحابة ذنيثنيق كان البيعة بويعا أبو بكر الصديق ذي الخليفة أمزوارو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أزكاني اسميس خدم البيعة العامة ينسل من مرة في كانت البيعة بويعا تبرين سيد الخليفة ينسلمن. ذا شو دينا الناس أبو بكر الصديق. أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. إذا كان التواضع خطر النبي عليه الصلاة والسلام يناد من تواضع لله رفعه واستقبالي قارناش إرقيقة تزور هكا من تواضع لله رفعه يون ما إلا يتواضع يا ربي سبحانه ربي يسير في الشان أسيخدم القيمة إرقيق التزور. الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. أقلد الخليفة أقلد الحاكم ونام زوارو وكوني فغارة فإن أحسنت فأعينوني مثل مي أخدم ذي الإحسان ذي الصلاح ذي الخير
خدمتي يفوذ عيون ثي وسينا له حوايج ولا ذيون خاطي خاطر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنيس ربي سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ربي أيديك يعاونيك سنصريس أكس المؤمنين وما أدرك بأبي بكر الصديق كيف ما يغفلش على هذا الأمر إطلاقا إنيس فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ميلا عوجغنا فغافريد الرثيد سافريد سقمثي الصدق أمانة والكذب خيانة في ذات ثلها سقمثان مرة وسي الحاكم ثلها أكثر إما إلا الحاكم السيديف لكن يبغوا إلى درجين يحكم مذانا السيديف في مذانا ذا شو يقولون بعد ذلك لذلك أبو بكر الصديق الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إناس كذا العبد الضعيف الغوري يجهد يسعى القوة ألما صدرغ الحقيس غير غورس الحقيسة دياوض الديوغال يهري فاسنيس إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي ولكن يحسبني مانيس سيقان كثير القوي عندي المال وعندي الرجال عندي الكتاف ساعثويا ساعي ثمسني يرقزني إلى آخره هنا سنكواري والله هذا الضعيف وليس حتى القوة حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ألما صدقسغ الحق نيكتشا قمذانا ثم غوصة صدقسغ إنادم بعد لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل أي قوم أي أمة أتسجل جهاد في سبيل الله اللي هو سنام الإسلام سي لو توب من الإسلام تاقشوش تام قرانت وساونا علين لو توب الجهاد والسنام والإسلام إن اسماء لا يثل الأمة نغيون القوم يغفل في الجهاد في سبيل الله سيدي ربي أسنف كالذل أذغل المذلوليث ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء وريغفل لنا في حماية الأخلاق والفضيلة الفاحشة ما إلا كثرت المعاصي كثر الفاحشة يكثر الفساد في المجتمع سينهار الأمة ستدمر أية دولة أكن دولة ثلاث قوى ما تكثر الفاحشة ذاخليس الأخلاق ولاش اللي فالور رزنت القيم ضاعت الأمة يقيس تضيع وتنهار أم بعد ما أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ضعفي ما دام ضع غربي ذنبي فهي طاعة مشروطة خاطر ربي القرآن يناد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم معنى طاعة ولاة الأمور مربوطة مشروطة بطاعته هو لله ورسوله إنيس ضعفي مادام ضع ربي ذنبي إنيس فإذا عصيت الله ورسوله مثول مي أعصي ربي ذنبي إنيس فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تكفى الخطبة يخدم الدستور أساقيما نقرد دساتير العالم لا كونستيتيسيون أو كل العالم ذي أمريكان ذي الجزائر ذي فرنسا ذي مصر ذي تونس إلى آخره يا حسرة شوية باراغراف يوم السلام الريزيمي كل شيء ودي خدمة 150 نزارتي كنا 180 200 2000 خاطئ خير الكلام ما قل ودل خطر سيدي حدث بوال إن المفيد يخدم دستور ذا قرآن الدولة مشات تجاري يعني ذي الحياتيس ذي الخلافينس ثلاث ساقيني من فغا نغال أد نجف ذاك القواعد كي أطاسي لنا على كل حال من أهم هذه القواعد القاعدة ثمزوروث مهمة وهي تقرير قواعد العدل أو قواعد العدل كما يقول ابن خلدون ذنتسا أساس الملك يعني ولي فغان أذيذهم الملك ينس أسيخدم لاباز الساسيس ذي العدل ذي لا جوستيس
ولكن ما إلا لا جوستيس ولاش غادي يظهروا خسار، تظهروا المصيبة. حاجة النظام، قاعدة النظام، خاطر القاعدة يقيس على الأصول ذي الدين. ربي سبحانه يناد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. ذا ربي ذي الآيات يناد إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في هذا الباب. طيب سيدي، أدنوغ القاعدة النظام تقرير مبدأ المساواة ولا شيء الفرق. يرى فريكان ذو الشبحان، يرى غزفان ذو الزلان، يرى مركانتي ذو جليل، يرى رقاس مطوث كان يعني الحقوق نسن ذي الدولة المسلمة ولاش الفرق يروى أكذوى المساواة. ومبدأ المساواة قدينا سيدنا عمر الخطاب الخطبة مزواروث يسعى الساس، يسعى غزار، يسعى غزار ذي الدين. منها في سورة الحجرات الآية 13 ربنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ربي خلق مرة سيد شرك ذنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقيد البرام جوست معيار عادل إدي قرار سيدنا عمر إدينا ربي سبحانه قواليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أم بعد إلى مبدأ واحد مهم سلامة الخطبة، صدق العلاقة بين الحاكم والمحكوم. إمسنينا الصدق أمانة والكذب خيانة. يا كيسنينا سيدنا عمر زرا ما يتمثل ما إلا الحاكم يهدر ثيثت أكذ وقاذي يحكم أذي يفنو يراس يذسن لا كونفيونس الثقة. ثقي معروفة قاعدة لا تعرف المحاباة ولا المجاملات. الحاكم يقفغان الشعبيس أذي سعوديس الثقة إلا قوسيس الديفارا إلا قاس يهضر ثيذتس ما يهضر ثيذتس أثنى الله يبارك جدار الثقة يكون قويا وتمتين ومتماسكا. أتقوي الثقة جلسك ذي المحكومين هما إلا يسيدي في اللسن أتروح لا كونفيونس، ما تروح لا كونفيونس بقى على خير ذاين سي فيني. لذلك يناس سيدنا أبو بكر الصديق إن ياس الصدق أمانة والكذب خيانة. أولا يوم الإسلام يسعى الجذران، يسعى الأصل ذي الدين. إناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم إناد ثلاثة لكاتيجوري لا يكلمهم الله يوم القيامة. أريد سمس لا يرى سن ربي سبحانه ما يهدرش معاهم، ما عندهمش قيمة. ولا يزكيهم وسين تزكيا ربي سبحانه وسين تسكر غزال وسين تسكر الشند القيمة. ولا ينظر إليهم وثني تسوالي يرى من با وري خزرا كيس وسين تسوالي يرى أرنوياس. ولهم عذاب أليم يتراجوثن العذاب ذا مقران يوم القيامة. يا ربي استر أنوين تروايكات ثلاثة الصناف. السجسن ملك كذاب، الحاكم يسكي ديفن يعني يسوق هذاك وقي وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركه يزرات يحصاد أبو بكر الصديق. لذلك يناد الصدق أمانة والكذب خيانة. إليه المبدأ مهم رعاية الأخلاق والفضيلة. أي ثمث سلامة الخطبة أبو بكر الصديق يهضرت في الأخلاق، يهضرت في الفضيلة، يهضرت في الفاحشة. ما إلا تزدغ إخامنا تزدغ المجتمع ذا خسر كان لا يضرون. خطر يثمثلنا ندي مسنون يجرفن ند تضيع الأمم بضياع القيم. تضيع الأمم بضياع القيم. معناتها الأمة أتضاع أتدي تروي 100% ما إلا ضاعنت ذيك لي فالور الأخلاق الفضيلة تصرفقا في كذا مرة ما ضاعنت تبقى على خير تنهار. لذلك علماء الحضارات منهم الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله المفكر الإسلامي الكبير الجزائري parmi الأمور يدينا يند الحضارة une civilisation باش تروح تنهار ما إلا مستفكر القيمة
إلي فالور الأخلاق يتصرف كاع غاس تجهد تقوم ثقي الحضارة كيبواس الحضارة الغربية اللي تقودها أمريكا وسائر الدول العظمى تلقى الحضارة تقوى ثورة في عالم الفضاء، ثورة في عالم الطب والبيولوجية، ثورة إعلامية، ثورة تكنولوجية، يعني ذلعجب. ولكن من بعد هي مسنون نسن اش قارن ثرويف لنا يتراجعوا يغ المحنة ثم قران اخسر من قران ادفدر مثلا ومن يقارن الكسيس كاريل يعني وكي سي ان بول ذا قران دي المفكره من قران العلم من قران يبوي البري نوبل ذي العلوم الكسيس كاريل هنري لانك وكي كيف ذا امريكي جون ديوي غارودي ينسلم فرنسي الكاثوليك الفرنسي غارودي يقول دي نسلم باري وكذاك وغيرهم هن ناس ثرويث بروي الحضاره بوسا ماشي ذا الحضاره دياوين ثلويث راه دياوين لهنا يتخلقيث ثيويد الخساره ثيويد الفساد ثيويد الحزن لذلك يتمثل ابو بكر الصديق وريت سيار ثمثال تاقي لذلك يهضرد في الفاحشه هنا يكمث الشم ذي المجتمع روح انت الاخلاق ثرويث بروي وذا اولا يسال اصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها سلت الفاحشه يسيد زخني مذاني فيها هضرني مذانا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وقي حديث صحيح رواه الإمام ابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام إنه حرزة الفايدة حرزة الترفقة حرزة الأخلاق ما إلا روح انتو الأخلاق أدقريم ذي قير ثم ديث أدقريم ذي دامة يعني الحياة وناس يروح السريس أستروح الفناس ودفان ير الهلاكات هساقي مي ديفان لهلاك السيدة كرمكم الله ويقارن الإيدز أو طاعون ماقي لهلاك مقارنة الأمراض الخبيثة هذه سيدوسان ذي الأخلاق قضاعا لو كان الأخلاق ذي فالور الساعة تزال ساعة القيمة ذي المحال ذي ضرو أين يقدرون ذي الدنيا ثقمذان بوسا. طيب سيدي إلا من بعد المبدأ الأخير يخدم أبو بكر الصديق الخلافة ينس حق الأمة في مراقبة الحكام. الحاكم يحواج لي زاسيورونس يحواج لي غارونتي بارمي لي غارونتي ناس ما إلا يسعى الأمة الناضجة الأمة يسعى الوعي الأمة يفهمن الأمة يسنن لي درواينس يسنن زرفانينس الأمة يسعى الكوراج سيني الحاكم الشضض تغلظض والد سافريد نتسامى يسعى الأمة مثاقي مي متسامى هذه يقوو إما الأمة غافلة أمة راقدة أمة غير ناضجة شو دي قيمة يحكم قاطع من الغنم أكرمكم الله شو يلاني والو فبتذي الفايداس باش نتسا ذي ذي ثالوث ذي لهنا وذي يخدم الحكم الراشد الأمة يسعان النضج يسعان الوعي ذي الفايدة ينسن الحاكم وذي الفايدة الإسلام كذلك باش ذي بخير. لذلك إن ياسن يخدم الكوراج الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. يخدمسني فدن الكوراج ضعثي مادام ضع ربي ذنفي ما عصي ربي ذنفي ولا كوني عصيتي ولا كوني يستكثر الطاعة النون. ثوران أيثمثن أضرح إلى ثانيا إلى خلافة عمر بن الخطاب. كذلك ذي خلافة عمر بن الخطاب شادنا شاد النج ذي العجب ممن تسالغ خطبات نستي مزورة إذ فرا فريد يدينجرو مزوارو آغار يظفر زار يذبع زار إن يسن أوين يولان ذيونا وجغ أي سقم إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني ذا يخلمس الكوراج وسنين نرى الطونسيو وين دينتقن ذيون ثروي في اللاس ديجا بين قوسين ابو بكر الصديق بلا ذي شاورة كبعض الصحابه زرع العمري وعرطاس يعني يسعى الشجاعه يسعى في الركزه غطاس يسعى الهيبه من بعد يشاوريثني جوجيثن كان كاينيس واش رايكم مرام ثغال جا الوصيه غاكون يحكم نتا عمر اسقرني يا لطيف رسول الله هذه ذي العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم ونسليك انا ذي العهد الشيء ذي الخليفه كنيه نتساق اين يساني يقول كان الحكمه سيفك ربي إنيس عمر شديد سعادك الشدة والهيبة إنيس ذلك لأنه يراني رقيقا يتوالي رقيق غطاس باش يخدم ليكيليبر توازن
غاد يسعى الهيفاني يسعى الشدني أكثر، ولكن ما يكون يحكم ذي يغال رقيقة أكثر فعلا، وقد برهن ذلك عمليا. طيب الوغ ننادر القاعدة الأولى في الخلافة عمر بن الخطاب، نتسا أيضا كرس مبدأ العدل في الحكم، وكذلك وقرر مبدأ وحق الأمة في تقويم الحكام، يناسي الأمة السعام الحق باش يتسقم ينتقيون. يناسي يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا، ناس لو كان نواليك أكن والي تعوجض أكن سقمك نرد ريسي سيوفنا. وفي غير العقل الناس الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بحد سيفه، يحمد ربي شكريث إميلان ذي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقاذا في ديار سافريذ ما يفغى فريذ ما يشض. مبدأ آخر مبدأ العدل مع الناس، يعني كان يشرف على تجسيد مبدأ العدل في جميع المجالات. أدفتر على سبب لذلك الحسن البصري رضي الله عنه إن أكثر من ذكركم لعمر فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل سبحانه. إن يشثر ثوال في العدل يعني في عمر إلى قد هضر سيدنا عمر طاس أين خاطر مد هضر سيدنا عمر قد مكتيم العدل سميس عمر الفاروق، خاطر يفرق بين الحق والباطل. مد فذر من العدل طاس قد مكتيم ربي سبحانه، خاطر سي الصفة ثينس الحاكم العدل سبحانه وتعالى. يخدم أبو بكر عمر بن الخطاب يثنى الرسالة إشقعيت أبي موسى الأشعري، سمناس العلماء دستور القضاء. دستور القضاء ما إلى سيدنا أبو بكر الصديق يخدم دستور الحكم والسياسة، سيدنا عمر يخدم دستور القضاء. ذا شو الدستور يدمجر سيدنا عمر تقول يعني لا جيستيس، وخاطر ثقيت مثلا داغ في القرآن سمحتي أكن يبغوا إلا البطل ذي الأمة من سعى لا جيستيس يقرزن ولاش الخوف، إما إلا لا جيستيس ولاش تواغيث مشكلة. يون زمان يوثن الدولة ماشي الدولة النغ يون يتوظلم يظلم مثل الحاكم الأول يظلم مثل طاس ماشي شويط. هذا غاشو سينا ما كان قارس قبيلي هو كي لغاك ربي يا خا قبيلي تقارن قريك لي تقصيتك تسمى شاوت نكتة على كل حال، ولكن الحقيقية يوثن تمغار ساعة دوفيز ساعة يولم ميس ديال لطيف من كل صباح سيقرا يما وكلي في كي بروكاراسيون باش هاد جبد الدوفيز هذه الحقبات ماذنيس أنا غايما وكلي يعني في كي بروكاراسيون باش هاد جبد الدوفيز اسني ثنيا سامي فغاك وكل غاك ربي يعني في كاس الجواب وايض. لذلك أمخلوق قاشو السنة الناس وكل غاك ربي أشكوك إلى الله اسمي سلا ولا جيت حركة الساس الناس اسحب شكواك يا عمر خاطر اسمي عمر ميمتسا الناس الزيثة ولا كيما دين وكل غاك ربي تصدق سي وعار. ولكن شو سنوينا الناس لو ظلمني غيرك لشكوته إليك، لو كان يظلمي يون سي سيطوان يون سي الغاشي هذا الشيء غيشيني ذا شرا خدمغ ماذا أفعل وقد ظلمتني أنت، ذا شرا خدمغ ذا الشيء ظلمان الناس هذا الشيء غير وين كيغلفن يا ربي الناس تسقى فقد شكوتك إلى عادل وتسقى ذا الشيء غير ربي وربي ذي العادل ثورة ولمانك مثلا ضيمانيك ذي الحقيقة خدمض وظلم ضارة هذا غاسوا راك متهني ما لا ظلم ضية تستعرفض ويدرض الحقيقة. لذلك عمر خطاب اشو السنة في رسالة قصيرة ماشي تغصفانت اشو السنة أبي موسى الأشعري الناس أما بعد غادو طولنا لها أمس ليسين ديريكت يكشم ديال الموضوع الناس فإن القضاء فريضة، القضاء لا جويتي ساقيد الفريضة إلا قد أتفد داخل الأمة ذي المجتمع فريضة محكمة معنى تضبطها أحكام تضبطها قواعد ماشي ذي الهوى، وسنة المتبعة ذي السنة إلى قد نذبع ذي السنة دي جنبي صلى الله عليه وسلم. فافهم إذا أدلي إليك ميدوسان لي زادفيرسير هاد الشتكين في كاس نتام الزوغث ماشي لادفيرسير نغ الخصو ما هدرا القاضي سون كومونتير. لا أتهم جميع القضاة ولكن هناك قضاة ظلمة
أسيدني كان كاوذ مسوذم ودن القرا كل الجوج ديريثن حاشا ولكن اللام سورتو ذي القضاء خطر يوعار هذا سندقريث ندامة يوم القيامة يوعر القضاء إناس ميدوسا غادي يشتيون في كاستام الزوخ بياسة تسال في حديث آخر ناد إن لصاحب الحق مقالا من بعد يكمل إناس فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له هورين في عالم أين ويك دي هضر بيشتكي ناك دي دوكيمون وثائق دي زارغيمون أو تطبيق غارة وسيحتاج المعنى آسي الناس في مجلسك سوي يعني اخدم العدل ذي المجلس ما تقيم لي زادفيرسير يخصي من زداتك ماشي ولا سنضر وحشيني قيم دريفي وذقفوتاي ما ذوينا ابدا ذاك الشيء يقيم لذاكين نو غلط وفي وجهك مين تقوذميك ماشي وينا خصي يتحمل ذاكني مستهضر صلى الله عليه وسلم مرحبا اهضر براحتك ما ذوايض ادي فذوك اسكت ما عندكش الحق نو خاطئ وفي وجهك إذا وزعت البسمات وزع البسمات بعدل تغسل قذنبا غسل قذنبا ثرفيض قذنبا ارفض خاطر سيدات فيرسال كيف أي غار الناس وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ما ذيوني ساعة ثيوث يساعة غذيرين ما استخدم ذاكا ما كان استقرض غي زمر غادي نزانكيني سي فاسيل أقلين كينيك سبوزر دي مني النزاغ ولا ييأس ضعيف في عدلك ذا غلع الضعيف مسكين وريت سيسارة ما ولا كنا سيثاروي ثبروي ثنقر الدونيث أتزرع ذات الزوض لا يسدقوليس خطيب البينة على المدعي وين دينا الحاجة أدي فكني بروف ماشي هدر برك وكذا أصله حديث نبوي سيبوثيد واليمين على من أنكر ما لولاش لي بروف ولا شكل الأدلة إلى آخره نلجأ إلى اليمين والصلح جائز بين المسلمين ولذا القبيلة ندث اللام الصلح يا أخي زيك نسعى جديد نغلا تجمع في فرنتيلو فاس الخير ألاميابل الدوني تسعى شيء نتاع شاد يسواس تسوغل لما ذا فريد سيتادي ربي يقول سيناد والصلح خير هولا شي كيف الصلح هتفرض ألامياب بس الخير روح يا زمان جي يا زمان الساقي بذنت الغاشة تفاقن بلا قاذو نكوني ذي الجدود النغفاقن خدمنا في جمويا خدمنا في رونا لامياب جانا دي فالور المثل قرزن اكين السيف الخير وليساي ذمن خاطر ولاش لي طراس ولاش لي سيكاتريس اكين وني جاني قنجان الى اخر طاس ذا الروجي ذا الجان روح يا زمان جي يا زمان الساقي الشركات العملاقه اليابان امريكان فرنسا الطليان ما رسعونا كونفلين غنلي تيج امشي خدمن اصروحنا لاميابل زرا ما يغار اش قالوا كان نروح لا جوستيس لي بروسيدور ظولنت هاوت في الريال كنا عطاش نتخسرين غي يضرون نروح بريد راه كرسي على ميابل تنفر ميابل نكمل والشركه تكمل وخما تكمل في غادي الاتجاه العالمي اليوم راه يمشي نحو الصلح الذي قرره القرآن في قوله تعالى والصلح خير مدني راك ماشي المعنى يسر لا جوستيس تحبسنا القضاء خاطئ ولكن باش دنيني هذه القضاء الرسمي القضاء نتاع الدول هذه لي فد ولكن اون باراليل هذا غادي لي مجالس الصلح سيدنا عمر ينادي والصلح جائز بين المسلمين الا يخدم اكسبسيون الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الله اكبر وإلا قرض مصالحا يمثالا الحرام في الرند الحلال اشي مسفهم صح نغ الحرام في الرند الحلال نغ الحلال ندير الحرام ذاكيلا الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلال يكمل من بعد الناس ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الناس ما إلا غسان ولض باللي تسفرد ان جوجمون ذي زيكني تشضض تغلظض الناس وغال معليش وغال هو غال سافريد ما كاش مشكله وسقران كيني اكن خدم غاس قوسني عدنا الكمله كان كني
ولا ما ذي الشرط يكمل ذي الغلطة خاطئ. إن ياس مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. خير يوند يغال سافريذ الحق خير ما يكمل ذي قفريذ من الباطل. ثورا سيدنا عمر المبدأ أنقارو مهم جدا. مبدأ المال. أشو قوارنا من المال؟ يوارنا المال طاس ما يخدم الحكام سني في كل ولا تسينية ما تيتحسبه يسعيون الشعار سلوغون انشتلاث من أين لك هذا من أين لك هذا أو ديو نذريم أسيني أنيسيك دي كوايا. السؤال واضح منين جاك؟ هذه يخدم يون ذوالي نض الحاكم أم بعد ميث كفى العهدة مما أثناء العهدة أسيني روح أسيخدم الكونترول المحاسبة ما يوفى يوال الأمر كانتي يمي يغاد المسؤول أسيني من أين لك هذا أنيسيك دي كوايا. لأن بعض الولة تسأف كان الجواب أسقرني يا عمر إنها هدايا ذلي كادو أسميت نحكمة فكان يدلي كادو. الناس لو كان تقيم ذك وخام من باباك ذي يماك يسكا كيد قصدناك داوي اللي كادو لا إهمال بويناك ثيد إيميث نتحكمض ألورثينا ذا الرشوة فهي ممنوعة وهي حرام بوان فينال والسلام. إذن المسألة مهمة. الخاتمة سيدنا عمر الخطاب يخدم المبدأ ذكرناه فيما سبق العمل بعد المال العمل الخدمة يفكد الشعار لا مثيل له سعر غزل من تسع ذا شوث إن الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبولا. ربي سبحانه يخلق ديفاسن الخدمة يفاسنا جيني مولو في نرى الخدمة ذي الحلال أذ قلبا في الخدمة ذي الحرام يكفى ووال. ثورة ثالثا خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين. نتسادة غتصل مبادئ ثورة تختصر فيما بقي من زمن أتصل مبادئ يخدم سيدنا عثمان ذي العهديس. منها المبدأ أمزوارو إنشاء مجلس الشورى ولا شورى كينين إن كان حكم الأمة سقري وحدي فهم غرق فهم سنق خطي أبدا إلى خطر ربنا دي القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر تأكيد أو تقرير مبدأ الشورى درءا للاستبداد ومنعا للطغيان. مبدأ مستقر جسده عثمان بن عفان. أشو يخدم مجلس لكونسيني كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار يناسيو أي تعاون ذي الحكم أي تعاون ذي السياسة أي تعاون ذي إدارة شؤون المجتمع. وقي مبدأ يخدم مبدأ ده مهم جدا. مبدأ مالي أيضا تعامله مع الحكام ينسق ساعة في المال وقال يعني تجمع المال الزكوات إلى آخره وقال يجمع ثندي خمس اجتماع عام من بعد غيش قاعد في براثين باش يثنارا إن فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة لا جبات وكن جاي ربي كن الجبات أتعسم كان ذري ما ود كان الزكاة ود ذري ما ود ود الناس خاطئ. الهدف الأساس أنكم رعاة. ما معنى رعاة؟ معنى حكام عادلين ترعون شؤونهم ترعون مصالحهم وهذا هو الأساس. المبدأ واحد آخر تحصين ثغور دولة الإسلام. الدولة الإسلام اتسعت في عهد عثمان بالفتوحات توسعت أصله ذلك يخدم مبدأ مستقر في لسان لفرونتيير الدولة الإسلامية إلى قتل محصنة محمية تضيعها اشتباسا يعني إذا يكو قذلا حراس الثغور إناسا أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم إناس الهنوي إقلاقات حارفم وتحميم وتدفعا في نسلمن أكف دولة الإسلام. على كل حال ثورة نغال أخيرا رابعا خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
ذا غيث ماشي ذي فعلي كرم الله وجهه، ماشي يوث، ماشي سنات، ماشي ثلاثة، غطاسي قلان. أدفتر بعض الأمثلة لتكمل المبادئ الأولى. هناك مبدأ مستقر في حياة علي بن أبي طالب، ما هو؟ المحافظة على المرجع الأول للأمة. المرجع الأول للأمة ذا شو؟ ذا القرآن. ثوال ربي فيه ملارة، وفيه ملارة دراسة تفسيرا وتعليما، وفيه ملارة سيقارق القرآن الكريم أتحافظون في الناس. السيد الله يبارك مدينة هضر في الأمة، في الجزائر الله يبارك ننثم عامرين الزوايا وقاعد يحفظنا ولا ربي مزي مقار درجة سمطوث تشجيع الأمة. أدين الحمد لله خاطر المرجع الأساسي ناخذ القرآن الكريم ذنتسا هما لا نفك هذيك السافوس نضيعيث ثروي في اللعنة. لذلك علي كرم الله وجهه يفكاس زي القرآن طاس ماشي اللي معاش يوصف كنارا، ولكن كي يوزع على المبادئ على الخلفاء فقط. لذلك كانت ساشو سنيانا يونباس الناس أين كنت قرأ ديجا خدمت الناس والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت. الناس إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا إلى آخره، وقي أخرجه ابن سعد في طبقاته. يعني باش ديني فكي غاس الزلام قرين القرآن الكريم إلى اسم كل يوم الزري غندا تيدنزل ربي سبحانه ذا شو لي سيركونستونس ظروف نزول القرآن الكريم فنوا غيد نزلت إلى آخره. وكذلك مبدأ آخر اهتمامه بالسنة، ماشي كان القرآن وحدس، الدوزيام سورس بعد القرآن السنة المطهرة. كذلك كان يشرف على تعليمها وتدريسها. ذات روى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أطاس الأحاديث إدنا انفي وشفيح صلى الله عليه وسلم يسوف غيث إرواث نيد الإمام علي كرم الله وجهه. كذلك الغزوات يسعى في كسر بالكوراج شجاعة. لذلك بكى النبي عليه الصلاة والسلام ينواسي الجماعة في الصحابة إن يسن كل دي ثلاثة مثال ثلاثة حمل أكثر إزوال سنة إن يسن حبب إلي من دنياكم ثلاثة ذا شو ثلاثة ياكي يفذرد ثلاثة ينس، يعني منها الصلاة إلى المهم والطيب والمرأة الصالحة. إن أم بعد أبو بكر الصديق كيف ينس حب إلي من دنياكم يفذري ثنتين. عمر بن الخطاب يفذري ثنتين. الناس قول الحق ولو كان الأمر بالمعروف ولو نهارا والنهي عن المنكر ولو جهارا وقول الحق ولو كان مرا. كل شو ديالنا معاذ اسمه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري الناس ثلاثة غنسيف غاسناك خرجة الناس حملة ثلاثة حمل الهلاش أكذ الله أكذ الموت. يا لطيف يا رسول الله الناس يحمل ثلاثة مثل كذا يفكاس عند الجوافينس. الناس أحب المرض ليخف ذنبي وأحب الجوع ليرق قلبي وأحب الموت لألقى ربي. هنا يسحمل الهلاك باش هذا يخفف ذنوبي ولم يفكر ربي الهلاك يصبر ربي أسيعفو ذنوبيس. هنا يسحمل غلاظ باش هذا يرقق وليو في قليل في الفقراء والمساكين. هنا يسحمل الموت باش يلقى ربي خطر يزور عوين هو نون زوير عاون يتساقواد حباس يون الحاكم الناس يون عارف بالله الناس هاي غير كانت تساقواد الموت. الناس سي نورمال. الناس عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. الدنيا ثامرمت الآخر خربمت. الناس سي نورمال تخافون أن تنتقلوا من دار العمار إلى دار الخراب. سي نورمال هتساقواد ما تجمع خامي عمرا أتروح مسخام يخلل مسخام إخربا. أم بعد ماذا علي كرم الله وجهه إن يس ثلاثة يحملها ثلاثة مثال ثمس واروث. إن يس حملة إقراء الضيف والصيام في حر الصيف وقطع رقاب المشركين بحد السيف. ثلاثة يوسف ذا سفروا. هنا يس حملة إقراء الضيف يعني يكرم الضيف ينفقي. إن يس حملة رمضان دوك نفذو لكو ثايا أثايا لو كان غورنا غيثو غالث نفيكسي دي جانفي هكا فيكس جانفي ديسمبر معليش هل ماذا في فريم يحبس دين مي يدوير نسي يحمل مرا يوزوم مري لك نفذو يحمان ثان قاروث الناس وقطع رقاب المشركين بحد السيف. المهم المبادئ ذا غدي جا سيدنا علي أطاسي قلان
ربما كنت استخدمها فقط سواء ذي القضاء في مجال القضاء. سيدنا عمر يند ينبول في الناس، يند عمر الخطاب في علي، يند علي أقضانا ولاش يفكى ربي الفهمة، يفكى ربي ثمسني ثم قرانت باش يفرق ير الحق ذي الباطل أم علي كرم الله وجهه. ذا عمر كان يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن، مثل لا يوث نتالو في يوث المحنة ولاش عالي دغاي سيقرا اعوذ بالله انا ربي فلوس على خير خاطر ما الا عمر ما الا علي شغل لا غارونتي بلي لا علي ادي ينطق سلحق وادي ينطق سلعدل. ثم غايث مثلا ذي الحكمه وعضخ كوني درسني عاد نفع علي كرم الله وجهه نياو نتا حدث بوال حدث بوال اتصل الحكمه ديالنا اتصل المثولي ديالنا، ولكن وعضخ كون سوني سفرو يقرزينا هي دنتسا ذنسي الخاتمه ندرس بوساكي لأن السيد علي أفكار زيغ يعني في الدوني في الآخر في النفسي أو في القيم في كذا يفكذا سفر مقرغ الزفات فكا كان شوية ذيكس. إناس النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. ذا شو خمرا نزدغ دي الآخر وين نفنا سياقي أخم الآخر تنفلوسي الدونيث. أم بعد إناس لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدنيا نبنيها. من بعد المدينة إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها والعقل خامسها والجود ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، لا شك أن الموت يفنينا ويفنيها. والسلام عليكم ورحمة الله.